اللي احنا شفناه النهارده بيأتي في إطار الجهود اللي القوات المسلحة بتعملها للحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية. لازم لازم نكون جاهزين دائما عشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها ضد أي شر. المستوى اللي الواحد شافه النهارده الحقيقة أسعدنا جميعا، وده جهد عظيم جدا جدا وجهد مشكور جدا جدا، إن احنا رغم كل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي، إلى إن التخطيط اللي احنا عاملينه مصرين على تنفيذه، ومصرين على تنفيذه بمعدلات ايه؟ معدلات كبيرة جدا جدا، عشان دايما الجيش المصري هو عنوان الوطنية المصرية. جيش بيحب بلاده بجد، جيش بيحمي بلاده بجد، جيش مستعد يضحي عشان خاطر بلاده بجد. فكل التقدير والله والاحترام لكم جميعا. بقول للجيش مصر وأهل مصر اللي هم أهلنا، أمانة، أمانة في رقبتنا، وإن شاء الله احنا قادرين إن احنا نحافظ على هذه الأمانة، وقادرين إن شاء الله على إن احنا نحافظ على هذه الأمانة. وهتفضل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل المخلصين، وبفضل الجيش المصري في سلام دائما، رغم كل الناس اللي مش قادرة تفهم ان اللي بيأذي مش بيأذي، ده بيأذي نفسه قبل ما بيأذي بلده. لان دي الارض اللي انت عايش عليها، ودي الارض اللي هيعيش عليها ابنائك. فخلي بالك، خلي بالك من بلدك، ومستعدين نضحي بدمنا. الكلام ده انا بكرره عشان أأكده ان احنا مصرين على ان نحمي بلدنا مصر، ولا يمكن ابدا بفضل الله وبفضل تماسك الجيش المصري، اللي انا بقول جيش على قلب رجل واحد. بفضل تماسكه ده لن يستطيع احد ان ينال من مصر ان شاء الله. اخر حاجة بقولها لكم، بقول مصر امانة في رقبتنا كلنا، وربنا يعيننا على ان احنا نحافظ على هذه الامانة. انا بوجه كل التحية والتقدير لكل من شارك في اعداد وتجهيز اللي انا شفته النهاردة من كفاءة قتالية واستعداد عالي جدا لتنفيذ اي مهمة.